ايه هي السكيلز او المهارات الاساسيه المطلوبه لاي شخص عايز يشتغل في المجال ده؟ انا بدات صدفه ترند قطاع يعني بيمثل 20% من الناتج المحلي في مصر. شايف اغلبيه الناس البروكرز بالاخص هيتقبلوا حاجه زي كده ولا لا؟ اي حد عشان يكمل في شغله ويكمل في المكان اللي هو فيه دايما بيبص على 3 حاجات. طب أنا سهل في- انك تشتغل، مش سهل انك تنجح. يبقى فرصته كبيره ان هو ينجح هو المهندسين، مش مهندسين. الماركتنج احنا يعني معلمين في الموضوع بتاع العقارات. لازم تخلي الكلاينت لما يجي يستلم بيته بعد 4 أو 5 سنين يستلم البيت اللي هو فعلا كان عن نفسه فيه. سؤال شخصي جدا، لو عندك موظف شاطر جدا وشايف انه بجد شاطر وبيعمل اللي عليه لكن بكل اسف مش بيبيع، هتخليه ولا هتمشيه؟ من غير اسماء. من براحتك، انت عايز تقول اسماء قول، مش هقول لك لا. مش هقول. النفسنه ما بين الناس جوه المجال او النفسنه ما بين الموظف العقاري والتاني برضو بتبقى صعبه. طبيعي ان انا هفكر اشتغل، فبيبقى في اللي انا درسته او كده، فبالتالي هو النهارده لما بيجي تشتغل معاك بيخليك يعني بلان بي، عمره بيحطك بلان ايه. انت قلت جمله مهمه جدا جدا جدا، ميزه في شغلانتنا اللي انت بتشوف الاتشيفمنتس بتاعتك بسرعه. الكلاينت هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاج الكلاينت. في ال3-4 سنين اللي فاتوا الشغلانه دي كل الناس كانت بتتكلم عليها وكل الناس عايزه تشتغلها. ليه؟ لان الناس بتقول شغلانه فلوسها حلوه، وفي ناس بتقول شغلانه سهله، وفي ناس بتقول الشغلانه دي اي حد يقدر يشتغلها. الشغلانه دي هي الموظف العقاري المثالي، واحنا هنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالموظف العقاري المثالي ومطلوب منه ايه والمفروض يكون بيعمل ايه. بس احنا بقى مش هنعرف الكلام ده من اي حد، احنا هنعرف الكلام ده من الناس الخبره في المجال اللي بقى لهم سنين وبجد اسمهم اول ما بيتقال بتعرف ان الكلام اللي هيقولوه كلام 100. في ليدز كاست النهارده هنعرف كل حاجه عن الموظف العقاري المثالي، والنهارده معايا احمد سالم بزنس يونت هيد في ماستر فرانشايز من ذا ادرس انفستمنتس. ازيك يا احمد؟ ازيك يا باسم؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ تمام. احمد، انا عارف ان انت بقالك حبه في الشغلانه وما شاء الله وصلت لتايتل كبير وهو بزنس يونت هيد في ماستر فرانشايز في ذا ادرس انفستمنتس. اوكي. بدات ازاي ووصلت للنقطه اللي انت فيها دلوقتي دي ازاي؟ لا انا بدات صدفه، يعني ما ابتديتش يعني كنا بنتكلم قبل البودكاست كده شويه بندردش لما كنت بقول لك انا ابتديت. واحد صاحبي كان معايا من ايام مدرسه عدى عليا تحت البيت، ازيك عامل ايه؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ انا والله فاتح كافيه، كنت عامل بيزنس يعني بتاعي برايفت بيزنس، وبعدين كان خلاص اشتغل وبقى الدنيا ستيبل، بس كنت محتاج ان انا بدور على شغل حاجه يعني اتطور فيها اكتر او تزود النولج بتاعتي والكلام ده كله. فكنت اشتغلت فتره في بشهادتي انا خريج لوجيستكس، فاشتغلت في سبلاي تشين تيم في بيل جروب. اوكي. وقعدت معاهم فتره صغيره، بعد كده عرفت على طول ان لا مش الكيمستري بتاعتي في الشغل ده او ما لقيتش نفسك في الشغلانه؟ ما لقيتش نفسي في الشغلانه، فكنت بدور في الفتره دي. فانا شغال في ريل استيت، طب ايه الدنيا؟ ما كانش عندي بصراحه نولج قويه عن الريل استيت والبروكريج والكلام ده كله. فطب بتعمل ايه؟ كذا كذا كذا. قال لي طب تيجي تنزل معانا تجرب، يلا بينا. نزلت عملت انترفيو تقريبا تاني يوم. اوكي. قعدت مع السيلز مانجر ساعتها، ما عدناش 3-4 دقايق قال لي هي دي شغلانتك، يلا انزل من النهارده. فنزلت جربت بقى الاول. طبعا انت بتبقى بالنسبه لك مش عارف هل انا باخده دي الخطوه دي صح غلط، هل انا هعرف اثبت نفسي او لا. بس انا كان دايما من داي وانا عندي كومبيتيشن، انا نفسي لما ادخل اي حاجه لازم انجح فيها وبعد كده اقرر اخد القرار. يعني دايما لما تاخد القرار وانت عامل اتشيفمنتس بتبقى الاوبشنز بالنسبه لك اكتر بكتير لما تاخد يبقى زي ما بيقولوا ايه مغصوب على القرار اللي انت بتاخده. يعني اللي انا لا ده انت لو بريفورمانس فانت احنا اللي هنمشيك او كده. فكان الموضوع ده يفرق لي جدا، فاشتغلت شويه بالدافع اللي انا عايز اكمل في الشغلانه واثبت نفسي يعني في الاول. وخطوه بخطوه بقى الحمد لله يعني كنت اشتغلت في اخر 2016، يعني اخر 2017 كنت توب 1 ايجنت. اشتغلت بقى على ديستنيشنز كتيره، يعني يمكن سخنه، تجمع، ساحل شمالي، الكلام. فده اداني اكسبيرينس بقى يعني في فتره قصيره، خلاني عندي الفرصه ان انا اتعلم حاجات كتيره في الفتره دي وستيب باي ستيب. يعني انا دايما ما كانش عندي الفكره اللي انا بقى حلم كبير ومن الاول هو اللي بجري عليه. طبعا كلنا بنحلم ان احنا نبقى في احسن حته في الدنيا، بس انا دايما بحب اشتغل على المايلستونز الصغيره، انا اخلص اللي في ايدي. يعني وانا فريش ايجنت انا عايز اطلع اللي انا ابقى بروبرتي كونسلتنت مثلا، وخلاص انا راجل بعت قبل كده ومتثبت في المكان اللي انا فيه.
بعد كده كان نفسي اطلع للسينيور، ابيع بارقام كبيره واعمل اتشيفمنتس عشان اطلع للسينيور. بعد كده من سينيور عايز اطلع تيم ليدر، فعملت شويه مجهود عشان اوصل للحته دي. فدايما بحب انا المايلستونز الصغيره، اللي انا اخر السنه دي عايز اعمل ايه، اخر الكوارتر ده عايز اعمل ايه، واخر الاسبوع ده عايز اوصل فيه لايه. وفي الاخر هي كل حاجه بقى بتفتح لك الانلوك بتاع الليفل اللي بعدها. صح. يعني انت لما تبقى شاطر وتاتشيف حاجه كويسه في البوزيشن اللي انت فيه، باي ديفولت هيتفتح لك الاوبشن ويدي لك الاوبورتيونيتي لحد عندك. فستيب باي ستيب لحد ما الحمد لله. يعني احمد انت بدات في اقل من 10 سنين كنت ايجنت، ودلوقتي انت البيزنس يونت هيد لماستر مظبوط. ماستر فرانشايز اللي هي اكبر فرانشايز موجوده في ادرس انفستمنتس. مظبوط. وانت كل ده بتقول ان انت هدفك ان انت كنت دايما بتبص على الجولز الصغيره صح. لحد ما وصلت للهدف الكبير. مظبوط. دي نصيحه تنصح بيها الايجنتس دلوقتي اللي بيشتغلوا في البروكريجز؟ طبعا. يعني انا بشوف ساعات ان انا بقعد بقى مع ناس كتيره جدا، فنفسك تبقى ايه، اول كلمه بتقال لي انا نفسي ابقى عندي شركه، انا نفسي ابقى سيلز دايركتور. اكيد عايز ابيع ب 100 مليون اول بيعه. اول بيعه ب 100 مليون. يعني لو اي حد من 6-7 مليار بني ادم على الكوكب سالته نفسي اعمل فلوس ونفسي ابقى صاحب شركه. بس هي الفكره اللي انت لازم تبقى ماشي ستيب باي ستيب. يعني لازم، يعني اهم هدف يبقى عندك اللي انت تملى مركزك او تاتشيف في الحته اللي انت فيها. فانت النهارده محطوط لك تارجت، اعمل اوفر اتشيفمنتس في التارجت ده اللي المفروض يكون شاغل دماغك كلها في الفتره دي. الطموح الحلو جدا، بس ما يبقاش كل حركتي مبنيه على الطموح البعيد ده، لان ساعات المايلستونز الصغيره بتخليك تشوف الاتشيفمنتس وتتبسط فيه اللي انت حققته. فالمفروض الطبيعي اللي انت تشوف الحاجه المطلوب منك دلوقتي. صح. مش ان انت تفكر قدام قوي ويبقى هو ده كل اليوم بتصحى انا نفسي ابقى صاحب شركه. صح. انت عشان توصل لدي، لو انت ماشي الستبس بتاعتك مظبوطه، هتوصل ان انت تبقى صاحب شركه، او ان انت تبقى هيد اوف سيلز، او ان انت تبقى يعني ايا كان بقى، حتى مش في الريل استيت بس. يعني طب هسألك سؤال ورد عليه بأمان. زي ما كنت لسه بقول حالا دلوقتي، في ال3-4 سنين اللي فاتوا شغلانة الموظف العقاري بقت على كل لسان. بالظبط. في وجهة نظرك ليه؟ ترند. يعني هو الناس النهارده بيشوفوا ده اتخرج من الجامعه، ده اشتغل في وظيفه تقليديه، وده اشتغل ريل استيت، ممكن يكون شاف بقى عمل فلوس، عمل ابجريد في حياته، جاب عربيه، فبدا خلاص بقى ترند. ايه ده عشان اشتغل في العقارات، فيلا روح اشتري في العقارات. الناس مش فاهمه شويه ان الموضوع لا، هو مش ان انت تشتغل لان في ماس هايرنج كتير قوي في الريل استيت، لان ده طبيعي، اللي هو الموضوع برضو بيعتمد على الاعداد او الكلام ده كله. فمش معنى ان انت اشتغلت ان انت نجحت. يعني اوكي. هي سهل ان انت تشتغل ريل استيت، تو بي اونست. يعني ده كان سؤالي سهله. سهله اصلا الشغلانه ولا صعبه؟ لان سهل انك تشتغل، مش سهل انك تنجح. ازاي بقى؟ قول لي الفرق ازاي. زي ما قلنا احنا الفتره اللي فاتت كان فيها ترند، يعني على العقارات كتيره جدا، في شركات كتيره جدا فتحت، ففي ناس بتعمل هايرنج كبير جدا. فبالتالي انت فرصه ان انت تتقبل في الانترفيوز بقت عاليه جدا. ما بقتش زي الاول. زمان كان الانترفيو بيبقى فعلا صعب، يعني الاكسبشن كيس. يعني في فرق ما بين 4 دقايق رحت اتعينت. في فرق ما بين زمان ودلوقتي في التعيين. طبعا. طبعا. أوكي. لان زمان كانت يعني كل شركه ليها عدد معين، ما كانش فيه الاعداد الكبيره دي من الشركات، وكانت بتعتمد اكتر على الكواليتي. فهو كان بيعزز السيت اللي عنده جوه، او السلوت بتاعه الشركه، هو عايز يديها لاحسن واحد ممكن يكافئوا بيها. مؤخرا بقى يعني الطبيعي دلوقتي في ماركت انا هعين واجرب وتمام، لو مشي تمام يعني هيكمل، لو ما نجحش معانا خلاص اديني هغير تاني وهعمل ماس هايرنج تاني. فبقى سهل ان انت تشتغل ريل استيت، دي مش حاجه صعبه. اتعينت. الشغلانه نفسها سهله ولا صعبه؟ يعني مش هقدر اقول لك سهله او صعبه، لان اي حاجه بالنسبه لي اصعب حاجه في الدنيا الحاجه اللي انت ما بتعرفش عنها حاجه خالص. واسهل حاجه في الدنيا الحاجه اللي انت متعود عليها. فلو انت من الاول شغال يعني ابتديت بدايه صح، واتعمل لك تريننج مظبوط، واشتغلت بشكل مظبوط، خلاص انت هيبقى ده الديفولت بتاعك اللي انت شغال بيه. طب خلينا اسهل سؤال عليك شويه، هتبقى سهله على مين وهتبقى صعبه على مين؟ هتبقى سهله على المينتاليتي بتاعته مظبوطه. يعني الاتيتيود والمينتاليتي دي اهم حاجه في الشغلانه دي. اللي هو شخص يعني بيعرف يتعامل مع نفسه في الابس اند داونز، لان انت مش محتاج تتعامل مع نفسك في الداونز بس. في ناس تفتكر ايه، لا انا لما ابقى محبط لازم ادي نفسي ابقى سيلف موتيفيتد واقوم تاني والكلام ده. لا، وانت كمان ناجح لازم تتعامل مع نفسك بشكل مظبوط، اللي انت عمرك ما بتبقى كامل. فانت حتى لما بتنجح لازم تديفلوب في نفسك عشان تقدر يبقى في كونسيستنسي، وتقدر تكمل اكتر، وتعرف تخش دايما تبقى في الكومبيتيشن. ما يبقاش حد جه يطور من نفسه او ابتدى بدايه من غير ما يطور من نفسه فسبقك. فدايما انت بتركز ان انت دايما بتطور من نفسك، دايما بتابجريد من النوليدج بتاعتك، دايما بتتعلم سكيلز جديده. فدي حاجه ما بتنتهيش، انت كل يوم بتتعلمها. فبالتالي انت الشغلانه مش صعبه، ما نقدرش نقول عليها شغلانه صعبه، بس هي شغلانه مجهده. شايف اي حد يعرف يشتغل الشغلانه دي ولا لا؟
اي حد. بص في قاعده عندنا شويه بنقولها اللي 20% من زمان شويه كانت 20% من اللي بيخش الشغلانه بينجح. انا من وجهه نظري هو 80% كان عنده فرصه ان هو ينجح، لان هي أوكي. مش عايزه outstanding qualification، يعني مش محتاجه حاجه تبقى انت بتعمل مع حاجه. ان الشغل مع عملاء مختلفين، شغل مع ديفلوبرز مختلفين، لا محتاج برضو ان الواحد يبقى سكيلز اوكي. يعني انا بالنسبه لي اي سكيلز بتاخد بالاكسبيرينس. لو انت مركز ان انت تطور نفسك في حته معينه مره في 2 في 3 مم. خلاص هتتعلمها. ممكن يكون في فرق طبعا، ممكن حد يتعلم الحاجه من اول مره، ممكن حد يتعلمها في اكتر من مره، مش هقدر اقول لكل الناس زي بعض. مم. بس في الاخر لو انت عندك جول انك تتعلمها وحاطط ده في دماغك دايما هتتعلمها. الموضوع مش صعب يعني، مش مستحيل. مش مستحيل. ممكن ياخد منك مجهود اكتر من شخص للتاني، بس في الاخر لو هو عارف ايه النقط اللي هو محتاج يطور نفسه فيها هيتطور فيها حتى لو اخدت منه وقت شويه. اوكي، طب احنا دلوقتي اتكلمنا ان هي شغلانه تخشها سهل، لكن انت تثبت نفسك فيها وتنجح فيها الموضوع بيبقى فيه صعوبه شويه، وفيه مذاكره وفيه شغل جامد. صح. وفي نفس الوقت الشغلانه معتمده اكتر على السكيلز، فممكن اي حد يشتغلها، لكن لازم تتعلم السكيلز بتاعت الشغلانه. مظبوط. لو قلنا في نقط ايه هي السكيلز او المهارات الاساسيه المطلوبه لاي شخص عايز يشتغل في المجال ده، تعالى كده نمشي واحده واحده، لانه ممكن يكون في ناس دلوقتي بيتفرجوا علينا عايزين يخشوا المجال وعايزين يعرفوا طب انا اللي عندي ده هينفع يدخلني المجال ولا لا. تعالى نتكلم بوينتس، نقط. اوكي. يعني في بدايه كده لازم طبعا يكون اي شخص بيشتغل الشغلانه دي كوميونيكيشن سكيلز بتاعته عاليه. اوكي. كوميونيكيشن سكيلز بقى مع كل اللي حواليه، مش بس مع الكلاينتس والزملاء اللي حواليه او الناس اللي معاه يعني في الشركه، المديرين، الديبارتمنتس التانية، بيعرف يستفيد من المجموعه اللي حواليه ويفيدهم. فدي حاجه مهمه جدا. مهم جدا ان انت تكون شخص في الشخصيه بقى، ما بلاش نسميها في السكيلز شويه، ان انت تكون شخص سيلف موتيفيتد زي ما بنقول، اللي انت راجل النهارده مش بتتحرك كل يوم، حد محتاج يديك سبيتش او محتاج يعمل لك موتيفيشن عشان تتحرك. انت بتشتغل طول الاسبوع، فمحتاج ان انت بنفسك تبقى عندك الموتيف اللي جواك اللي بيحركك. محتاج ان انت تكون عندك كوميتمنت تجاه الشغل اللي انت بتشتغله، لان انت الموضوع برضو في السيلز مش اندر كنترول. انت ما بتطلبش منك تاسك النهارده 1 2 3 فالمفروض هتسلمه فخلاص اوكي انت اليوم بتاعك دان. لا، انت اصلا الموضوع اوبن. فانت إذا على قد بقى ما انت هتقدر تعمل هتجتهد وتعمل شغل اكتر، على قد ما ده هيتعود عليك باوتبوت اكتر واكتر. اوكي. المينتاليتي تفرق جدا طبعا، الاتيتيود مش اللي هي اتيتيود حلو ووحش الكلمه الصغيره دي، لا الاتيتيود في كل حاجه حواليك. انت الاتيتيود بتتعامل، اتيتيودك نفسه في الحياه في شخصيتك عامل ازاي بتفرق جدا. غير كل ده يعني اللي انت اصلا بقى لازم تبقى في الاخر هارد وركر. يعني ان الشغلانه بتاخد منك مجهود كبير جدا وبتقابل فيها صعوبات كتيره جدا، وممكن تنزل مع كلاينت واثنين وثلاثه واربعه وما تتوفقش انك تبيع. صح. فازاي هتكمل؟ لازم تكون انت اصلا شخص هارد وركر مش كسول، لان هي بتحتاج تشتغل في ساعات مختلفه. يعني ممكن تنزل ويك اند، ممكن تشتغل لحد متاخر، ممكن تحتاج تصحى بدري جدا، وغالبا احنا بنعمل كل ده. فيعني فالموضوع محتاج مجهود كبير جدا. يعني احنا من جزء من نجاحنا اللي حققناه يعني معتمد على مجهود كل التيم اللي حوالينا. يعني هي مش مجهود شخصي. شغلانه الموظف العقاري هي مش بس مجهود شخصي، انا بعرف ابيع، انا بعرف اتكلم مع العملاء، انا بعرف اقنعهم. لا، انت بتقول دلوقتي اللي هي تيم افورت. طبعا احنا بنطور من بعض. يعني هو البشر عامه اتطوروا من كوميونيكيشن ما بينهم وما بين بعض. انا متعلم حاجه وانت متعلم حاجه، بنعلم بعض. واروح للديفلوبر بيبيع لي البروجكت بتاعه لان هو مجتهد، فهو باع لي مشروع بكل تفاصيله، فبقيت اعرف ابريزنت المشروع ده للكلاينت بشكل مظبوط، وبحط ايدي على السيلينج بوينتس مظبوطه، وبعرف اشوف احتياج الكلاينت في الاخر هل المشروع ده مناسب ليه ولا لا. فده مجهود من اصلا الديفلوبر الطرف الثاني اللي معانا. فالموضوع محتاج مجهود من كله، ان انت يكون المانجر بتاعك او مديرك بيبذل مجهود معاك وبيعلمك بشكل مظبوط وبيفولو اب عليك بشكل مظبوط. ده في الاخر هتبقى المجموعه كلها لازم تتحرك. لكن لو حد بيتحرك لوحده الموضوع هيبقى صعب عليه وعلى الشركه كلها. يعني هيبقى صعب عليه، صعب ان انت تنجح في وسط مجموعه مش ناجحه. ده وجهه نظري، ان المجموعه كلها بتزق بعض بيبقى اسهل بكتير، وطريقك اسهل بكتير لما تتحرك في مجموعه كلها مجتهده. بلس ان انت كمان الموضوع زي محتاج كونسيستنسي، مش ان انت تكون بتتعب النهارده بس، لا انت بتتعب النهارده وبكره وشهر واثنين وسنه واثنين. عندك الباور اللي يسمح لك ان انت تقدر تتحرك تكمل على فتره دي كلها بتبقى كونسيستنت فيها. اوكي. وانت كمان كنت قلت لي قبل ما نبدا نصور انه انت همك دايما انه الشركه اللي انت بتشتغل فيها ده ادرس انفستمنتس دايما اللي هي تكون بتتطور وبتوصل لمايلستونز واهداف جديده، مش بس مركز اللي انت عايز تبقى التوب اتشيفر. فدي كانت نقطه مهمه جدا.
اكيد. بص زي ما قلت لك، هي في الاخر احنا مثلا بيجي عندنا حد بيشتغل معانا في التيم بيكون ناقل من شركه تانية او حاجه، بيقول انا ما شفتش الفايبس دي قبل كده. فهي الفايبس دي بتبقى بتنتشر وسط التيم. فانا النهارده لو شغال في كيان بيعمل اتشيفمنتس كبيره وهو نمبر 1، فانا لما ابقى نمبر 1 فيه فدي حاجه تجارنتي لي ان انا عامل فعلا اتشيفمنتس حقيقيه قويه، غير لما اكون انا شغال في مكان هو مش قوي بس انا نمبر 1 على مين. فهي القوه الحقيقيه اللي انت تكون لعيب اساسي في فرقه جامده، مش ان انت تكون يعني لعيب نمبر 1 في فرقه، بس في فرقه اي كلام. ففي الاخر الباور بتاع ادرس انفستمنتس عامه ده بيرفلكت علينا كلنا وبيسمع عندنا كلنا، بيدينا احنا الباور نفسنا في التعامل بقى مع ديفلوبرز، في كلاينتس بتبص لنا اتجاه، في الهايرنج الايجنتس اللي عايزين يشتغلوا معانا بيبقى طبعا. فهي المجموعه كلها لازم تنجح عشان انت تنجح. صح. طب احمد، احنا من شويه كنت لسه بتقول لي انه زمان الشركات كانت بتركز على الكواليتي بتاعه الموظف العقاري، دلوقتي او مؤخرا بقينا نركز على الكم او الكوانتيتي. مظبوط. شايف ده ليه بيحصل دلوقتي، او ليه الشركات بتواجه صعوبه اللي هي توظف كفاءات؟ طيب انا هرد عليك في الاول في حته ليه ده دلوقتي بيحصل. ان الماركت عندنا السنتين 3 اللي فاتوا بقى عليه ديماند عالي جدا جدا. صح. فبالتالي انت النهارده بقيت محتاج عدد موظفين اكبر عشان تبدا يشتغلوا معاك، عشان تقدر توصل لاكبر عدد ممكن من الكلاينتس، او يقدر يسيرف الانفنتوري الكبير اللي موجود في الماركت. وبدات تظهر شركات كتيره طبعا. صح. فالنهارده انت ما عندكش دراسه او ما عندكش يعني اكاديميك شويه في العقارات. فانت النهارده بالتالي بقيت انت بتحاول اتراكت كاليبرز هم خارجين جامعات مختلفه او بيشتغلوا في مجالات مختلفه، ان هو يعمل شيفتنج كارير ويشتغل معاك في الريل استيت. فالنهارده ده مش بيساعدك قوي ان انت تجيب حد مثلا يكون فيه في دراسته حاجه ليها علاقه بالريل استيت، فيحس ان ده الطبيعي بتاعه اللي هو يبدا يتعين في حاجه ليها علاقه بالدراسه اللي هو درسها. اوكي. فانت النهارده بتقنع بقى لو حد شاطر قوي في الجامعه بتاعته كان عامل اتشيفمنتس فيها، فكان دايما اول ما يخرج هيفكر ان انا اشتغل في الكارير بتاعي، فطبيعي ان انا هفكر اشتغل فبيبقى في اللي انا درسته او كده. فبالتالي هو النهارده لما بيجي تشتغل معاك بيخليك يعني بلان بي، عمره بيحطك بلان ايه. وكتير جدا بتقابل حد هو جاي يجرب مش جاي يشتغل، انا جاي اجرب لحد ما اشوف شغلانه تانية، فما بيبقاش حاسس ان هو ده الكارير بتاعه. مع ان العكس تماما، ان الريل استيت كارير وقوي جدا جدا طبعا. جدا يعني، وخصوصا في مصر يعني. يعني زي ما بقول لك يعني احنا حضارتنا اصلا كلها في ريل استيت، يعني اهرامات ومعابد، فتاريخنا اصلا ماشي في الحته دي. صح. فالطبيعي اللي احنا كنا ممكن يعني في الدراسه اللي احنا ندرس ريل استيت، الناس تتخرج من جامعات او مدارس فاهمه القطاع العقاري ده قطاع يعني بيمثل 20% من الناتج المحلي في مصر. فيعني من القطاعات المهمه جدا 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 لازم يكون الناس درساها. الحاجه الثانيه، الفكره اللي انا النهارده بعمل ماس هايرنج، هو انا بقيت ما عنديش الوقت الكافي اللي انا ابدا اعمل فلتريشن جامد جدا 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 في الانترفيوز عشان في الاخر اقدر اسد العجز عندي في الموظفين. فبقيت بعمل ماس هايرنج، بدخل ناس بخليهم يجربوا، في الاخر بيطلع لك ناس بتقدر تمشي مع الموضوع وتكوب معاه وبتكمل، وفي ناس بتلاقي الموضوع معاهم مش مظبوط على مقاسهم زي ما بس صلحني لو الكلام اللي انا هقول ده غلط. اعتقد ان شغلانه الايجنت فيها جزء برضو ماركتينج او ادفرتايزنج. في مجالات معينه لما بتشوفه اللي هو مثلا متخرج من ماركتينج او ادفرتايزنج تحس ان ده كفاءه اللي هو يخش المجال ده، ولا ما بتبصوش على الحته دي اصلا؟ يعني بص، انا لو في حد هقول لك اللي هو يعني دايما بيبقى فرصته كبيره ان هو ينجح، هو المهندسين مش الماركتنج اشمعنى؟ بحس الشغلانه هي محتاجه كوميتمنت، ان اصل كل حاجه مكتسبه سكيلز. انت النهارده لو حتى درست ده بس على ارض الواقع الموضوع مختلف. فلو انت كوميتد ان انت تتعلم وبتطور من نفسك والكلام ده كله، فساعتها انت شويه فرصتك انك تنجح اكبر بكتير. يمكن عشان كليه هندسه كليه صعبه شويه، فبتحتاج بقى تسليمات، ودايما عندك يعني دايما بيبقى عندك وقت معين تسلم فيه الحاجه، عندك بروجكت شغال عليه، دايما عندك امتحانات كتيره وكويزز كتيره. فبالتالي الموضوع بيبقى دايما حطك في الاسترس بتاع الريل استيت، فدايما بيبقى هو متعود على ده وعنده استعداد ان هو يطور من نفسه ويتعلم حاجات اكتر. فطبعا الجامعات التانية ده مش انديكيشن ان هم المهندسين بس اللي بينجحوا، بس هم بتبقى فرصتهم اكتر شويه. اوكي. انت برضو كنت لسه بتتكلم دلوقتي بتقول انه الموضوع يبقى حلو لو الواحد درس الموضوع ده قبل ما يخش في مجال العقارات.
شايف اصلا خطوه زي كده هتنفع اللي هي تمشي في السوق العقاري المصري، انه يكون في دراسه للعقارات، يكون في دراسه الواحد يفهم ازاي يبيع، ازاي يتعامل مع الكلاينت، كل الكلام ده شايف اللي هو هينفع اصلا عندنا في مصر؟ لان طبعاً. بره مثلا لازم يروحوا وياخدوا ويدرسوا مده 2 لحد ما ياخدوا الشهاده علشان يعرفوا يبقوا ايجنتس. يعني هو مش سنتين، يعني في الموضوع مش محتاج سنتين او حاجه. أوكي. هو الموضوع بس محتاج ان انت يكون عندك ماركت نوليدج، لان انت النهارده سواء بقى سيلز في ديفلوبر او بروكر، فانت النهارده محتاج يبقى عندك ماركت نوليدج قويه جدا عشان تعرف تساعد الكلاينتس، عشان يبقى في دايما تراست ما بين الكلاينت وما بينك. ففي الاخر انت لو النهارده مش ما عندكش النولج القويه جدا، الموضوع متساب كده اللي على كل بقى شركه وكل تيم مدي النولج بتاعه قد ايه، فده هيخلي القطاع نفسه ما يتطورش وما يكونش فيه تراست كبير من الكلاينتس في البروكر او في السيلز او في وات ايفر. فالنهارده انت طبعا محتاج ده. انت عندك النهارده زي ما قلت لك احنا السوق العقاري عندنا كبير جدا، احنا يعني معلمين في الموضوع بتاع العقارات من زمان عامه، ولسه اللي جاي كمان. يعني احنا الماركت بتاعنا بوتنشال جدا جدا، يمكن اكتر من اي ماركت تاني بشوفه. عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نبقى ماركت ليدر كمصر كلها في الموضوع ده. فمحتاجين ان احنا في الاخر يبقى عندنا يعني ايجنتس كواليفايد. احنا عندنا اوريدي ناس كواليفايد، بس عايزين نكتر عددهم ويبقى في بروسيس بيمشوا بيها عشان نجارانتي الناس اللي موجوده في الماركت دي ناس فاهمه الشغلانه كويس، وفاهمه ازاي تساعد الكلاينت، وفاهمه ازاي يجيب يعني يفهم الكلاينتس نيد، ويفهم البرودكت، ويفهم الكلاينت. في الاخر احنا معظم بيعنا اوف بلان. ففي الاخر انت لازم تخلي الكلاينت لما يجي يستلم بيته بعد 4 أو 5 سنين يستلم البيت اللي هو فعلا كان عن نفسه فيه. فالموضوع محتاج دراسه، وتقدر تقترح على الكلاينتس. انت النهارده قوتك او الباور بتاعك كبروكر في الماركت نوليدج، فالنهارده لازم اضمن ان الناس اللي داخله السوق ده مش متسابه. زي ما قلت لك بقى، نرجع للحته بتاعت الديفلوبر. النهارده انا بشتري في الديفلوبر البراند نيم عشان بثق اللي هو بيسلمني. طب احنا المفروض نحط يعني قواعد لكل الديفلوبر ان هو كله يكون بيسلم. تفرق بقى في كواليتي من ديفلوبر لديفلوبر، بس يبقاش الموضوع انا خايف الديفلوبر ده ما يسلمنيش. ودي كلمه بنسمعها كتير، بس في حقيقه الموقف انت نادرا لما في مشروع ما بيقومش يعني او ما بيتعملش. دي بتبقى مشاكل كبيره جدا. يعني معظم المشاريع اللي اشتغلناها الديفلوبر في الاخر سلم. بالعكس انا ضيعت الفرصه على ديفلوبر جديد طالع، اللي انا عشان ان هو معظم الكلاينت عايز يروح للبراند نيم عشان ده بيضمن له حقه ويضمن له ان هو يستلم في ميعاده، اللي انت ضيعت فرصه اصلا وقللت الكومبيتيشن. بالعكس كل ما الكومبيتيشن تكون اقوى وكل ما يكون في لاعبين جداد في الموضوع داخلين، كل ده بيبقى في مصلحه السوق نفسه وفي مصلحه الكلاينت، يبقى في فرايتيز. فالقواعد عامه او اللي بتتحط سواء بقى للسيلز او للديفلوبر او لاي حد في القطاع العقاري نفسه هتزود مش هتقلل منه. طب تخيل معايا كده سيناريو انه صحينا بكره قال لك لازم في قانون نزل انه لازم كل الناس اللي بيشتغلوا في سوق العقاري لازم يكونوا دارسين ولازم ياخدوا حاجه زي شهاده عشان يعرفوا يبيعوا. حاجه زي كده هتعمل رد فعل الناس اللي بيشتغلوا جوه المجال هتبقى عامله ازاي؟ يعني هي اكيد الخطوه مش هتتاخد بالشكل ده، او اتمنى يعني ما تبقاش خطوه يعني بالشكل ده، بس هيبقى في مثلا تايم فريم معين او وقت معين هبدا اشتغل فيه تمام. على ان انا اوفق اوضاع الناس دي ان هي تدرس فعلا. انا يعني انا بتكلم لو هتكلم على التيم اللي انا شغال معاه، او احنا اوريدي بنعمل ده كله. يعني بنعمل التريننج ده، بس انا يهمني ان الماركت كله يكون بالشكل ده، عشان في الاخر الفيدباك بتاع الكلاينت اللي بيتعامل في الماركت ده او الديفلوبر او اي حد بيتعامل مع السيلز تيم، هو يكون الفيدباك بتاعه طالع كويس. يبقى في وورد اوف ماوث ان انا اتعاملت مع فلان، الراجل ده بروفيشنال ده بروفيشنال ده، فخلاص هيبقى الماركت زي ما تقول كده خلاص بقت سمعته كويسه في شايف اغلبيه الناس البروكرز بالاخص هيتقبلوا حاجه زي كده ولا لا؟ هو لو قانون خلاص، هو القانون بيتحط وبعد كده انت بعد كده بتشتغل عليه. يعني هو في الاول في الاخر انت لو النهارده خلاص هو ده السيستم، خلاص هتتضايق يوم يومين ثلاثه، انت في الاخر لازم تبدا من مكان ما احنا واقفين. فالموضوع لازم يتعمل له طبعا بتنظيم معين اللي هو ما يضرش حد، بس في الاخر هو الموضوع هيفيد. بالعكس انت حد هتديله كورس وهتديله ماركت نوليدج وهتديله سيرتيفيكت ان هو بياع معتمد، ففي الاخر هو حاجه هتفيده مش حاجه هتضره، بالعكس. طيب احمد، ايه رايك في الشركات اللي ما بيحطوش المجهود الكافي او الوقت الكافي ان هم يأهلوا الموظف العقاري على الشغلانه؟ لان في امثله كتير جدا ناس بنسمع اللي هم بيروح الشركه الفلانيه فجاه يومين 3 هي دي المشاريع يلا انزل بيع من غير اي تأهيل بقى في ايه من غير اسماء. من براحتك، انت عايز تقول اسماء قول، مش هقول لك لا مش هقول اسماء ولا حاجه. بس بص هي كده يعني هو كل واحد يعني في الاخر هو دي مسؤوليه. في الاخر انت دايما لما بتشتغل مظبوط
دايما بتقدر تكبر. يعني مفيش حد بيكبر من غير انفراستراكشر مظبوطه، من غير بيز قوي. اوكي. فهو في الاخر هو اللي هيضر نفسه. انه حد يشتغل كده بالطريقه دي يوم في التاني في التالت مش هيعرف يبقى كونسيستنت، مش عارف يكمل في الماركت. فهو بيضر نفسه قبل ما يضر اي حد. و بلس ان احنا زي ما قلت لك هو الموضوع محتاج تنظيم بقى في الموضوع شويه، اللي احنا يبقى في دبلومه معينه للسيلز اللي بيخشوا المجال عشان اجارنتي في الاخر. انا النهارده دي حاجه انا بسوق لديفلوبرز كتيره جدا، وبصوره بشكل او باخر بسوق لمصر نفسها في القطاع العقاري. فانت يهمك في الشخص اللي بيبريزنت الحاجات دي هو شخص فاهم هو بيقول ايه وفاهم هو بيشتغل على ايه. فده غير بقى النوع، انت اصلا القطاع العقاري انت بتشتغل اصلا في، يعني بتشتغل في حاجه فلوسها كتير. يعني بتشتغل الكلاينت اقل يونت النهارده بتتكلم في السيجمنتيشن اللي احنا بنشتغل عليها، يعني بنتكلم في 10 15 صح. مليون جنيه. ده الانتري تيكت بتاعك يعني في الموضوع. فالكلاينت يعني عنده برضو يعني كلاينت النهارده فاهم. فلما يقعد مع حد ما عندهوش الانفو الكامله وما عندهوش النوليدج المظبوطه، فاكيد مش هيجو يعني فور ديل معاه يعني. مش هيكمل معاه الديل. فهو برضو في الاخر هيرجع اللي هو بيضر نفسه. فاحنا في الاخر عايزين كلنا نستفيد. فالموضوع لازم يكون منظم شويه. لازم الايجنت يكون عنده نوليدج طبعا قويه، لان هو بيتعامل مع كاتيجوريز كبيره جدا من الكلاينتس. فكل حد طبعا بيبقى عنده بقى ريفرنس، بيسال صحابه بعد لما بياخد المعلومه من الشخص اللي قاعد معاه بقى سيلز، سواء بقى سيلز في الديفلوبر او بروكر او وات ايفر. فهيرجع يسال يعني قبل ما ياخد الديسيجن. في الاخر لو قعد مع حد هو عنده المعلومه كامله هيكمل معاه. لو حدث ان هو الكلاينت نفسه عنده نوليدج اقوى من الايجنت فخلاص هو ما بقاش دي دور يعني، مش هيحتاجه. طب وبصراحه جامده جدا بقى، كام في المية من غير ما نقول اسامي، كام في المية من الشركات بتأهل الموظفين بتاعهم التأهيل الصح؟ بص يعني انا ما عنديش برسنتج معينه اقدر اقولها لك. بلس تحاولش ان تهرب من كمان السؤال يا الشركات أحمد. في ما حجم تحاولش تهرب شركات من يعني السؤال يا في لا والله، بس هو في حد يعني في حجم شركات اصلا كبير واخدين شير كبيره من الماركت. فانا النهارده مش هينفع اقارن شركه فيها 3 4000 موظف بشركه فيها 200 واقول عدد الشركات كذا. بس يعني ما اقدرش احكم عليه، ان انا مش عامل يعني ماركت سيرفي عشان اقدر اقول النسبه يعني بالويم كده. ما يعني مش هقول معلومه غلط يعني بصراحه يعني. بس اللي انا بشوفه لا، اللي احنا بنتطور بسرعه. يعني الموضوع مش رايح في حته وحشه او دي حاجه تقلقنا، بالعكس. واحنا بس عايزين ننظم الموضوع عشان في الاخر الموضوع يطلع كله شكله ظريف وشكله كويس للكلاينت وللديفلوبر ولكل يعني كل السيجمنتيشنز او كل التارجتس اللي احنا بنتعامل معاهم. يعني فاي حد انت بتتعامل معاه اكيد لما تتعامل مع حد فاهم هتبقى مرتاح اكتر. صح. لما تتعامل مع حد مش فاهم. فيعني احنا عايزين نوصل لمرحله لكل الناس اللي تبقى موجوده في المجال تكون فاهمه. لكن احنا ما شاء الله يعني عندنا كاليبرز فعلا قويه جدا 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 في الماركت. احمد، انت كنت لسه دلوقتي بتتكلم عن انه في مواهب بتبقى متميزه وفي ناس بتبقى شاطره جدا في المجال، لكن زي ما احنا عارفين انه المجال بيستنزف البروكر، بيستنزف الموظف العقاري، اذا كان بقى ذهنيا او جسديا، لان انت اون كول 24 ساعه، ما عندكش مواعيد، بتتعامل مع ناس عملاء جوه مصر او بره مصر، فلازم انت اللي تبقى حسب مواعيدهم مش هم اللي حسب مواعيدك. فشغلانه ممكن تبقى صعبه على ناس كتير. ازاي الشركات تقدر تحافظ على المواهب دي اللي هي المواهب المتميزه، واللي هي تساعد اللي هم ما يستنزفوش؟ طيب بص، هو اي حد عشان يكمل في شغله ويكمل في المكان اللي هو فيه دايما بيبص على 3 حاجات. بيبص على العائد المادي، بيبص على التطور، بيتطور وبيتعلم ولا لا، وبيبص على الراحه النفسيه. فدايما لما هتيجي تبص على ال3 حاجات دول وتوفرهم لاي حد شغال معاك دايما هيبقى عايز يكمل. دايما ما بيبصش ان انا لا خلاص كده كفايه او انا محتاج اتحرك او كل الكلام ده. فانت لازم وانت بتتعامل مع التيم بتاعك تكون بتبص على ال3 حاجات دول وفعلا شغال عليهم. فدايما تفكر ان انت تطور من التيم بتاعك ويحس ان هو دايما بيتطور وبيتعلم حاجه جديده، فيحس بالشغف في الشغل ويحس ان هو دايما في ابديتس بتحصل معاه. تاني حاجة اللي انت العائد المادي لازم تكون بتديله حقه. يعني تديله يعني في الاخر اللي انت النهارده هو بيشتغل بيعمل مجهود كبير جدا عشان يوصل للكلاينت ويبيع له ويقفل له الديل. ففي الاخر لازم تبص ان هو يكون ساتسفايد من العائد المادي. والراحة النفسية اللي انت يكون الفايبس والتيم بقى تيم وورك والسبيريت جوه التيم عندك تكون ظريفة، تكون ان انت على طول شغال عليها، على طول بتشغل وبتفكر بتحط لها بلانز. يعني الموضوع بس ازاي بتشتغل على الحته دي بالاخص الفايبس؟ لانه برضو معروف انه النفسنه ما بين الناس جوه المجال او النفسنه ما بين الموظف العقاري والتاني برضو بتبقى صعبه. فازاي انت بتقدر تهيئ الفايبس دي جوه التيم بتاعك؟
بص انا يعني مش عايز اقول اللي احنا في يوتوبيا او كده اللي احنا، بس احنا الحمد لله احنا محافظين على الحته دي جدا ومميزين جدا، يعني سمعتنا دايما قويه جدا في الحته دي. تيم ماستر تحديدا دايما الناس بتتكلم على الفايبس والتيم ورك المعمول ما بين بقى حتى الكومبيتيتور، يعني سواء بقى تيم وتيم تاني او الهيدز، يعني الهيد اوف سيلز اللي عندنا او الكلام ده كله كومبيتيشن ما بينهم. بس بالعكس انت لما بتشتغل تيم ورك بتشتغل دايما بتعمل تيم ميتنج وبتقعد تتكلم معاهم وتدخلهم في كل الديتيلز، حتى يعني حتى التشالنجز اللي انت بنخش فيها ما بنخشش ندي قرار هو كده، لا بنجمع الناس ونقعد نتكلم معاهم، ونقعد نتكلم مع السيلز تيم والتيم ليدرز والسيلز مانجرز دايركتورز، كل اللايرز اللي شغالين معانا دايما بنركز ان احنا بنعمل ميتنجز ونطلع بافكار كلها تساعدنا. فممكن أوكي. تلاقي فلان شغال بفكره قالها فلان، وفلان شغال بنصيحه قالها فلان. فدايما فكره اللي احنا نكون كلنا شغالين تيم وورك واحد وكلنا ايدينا في الشغل دي دايما بتفرق معانا. يعني جزء من اللي بيساعدنا جدا اللي احنا نتطور، اللي احنا مش بس اللي احنا بناخد البرودكت وبنسوقه، لا احنا الحمد لله دلوقتي كونسلتنت الديفلوبرز كتير بيقعدوا معانا يسالونا ايه التايبس اللي المفروض ننزل بيها في المشروع الفلاني، فبجمع التيم بتاعي ونقعد ونفكر في المشروع وبتسمعوا كانه، للبروكرز فعلا؟ وبنختار البرودكتس طبعا احنا اللي بنكون مختارينها وبالبرايسز بتاعتها كمان، لان احنا اوكي. بنعرف يعني دارسين تسعير كويس فبنقعد نسعر البرودكت. فلما بينزل البرودكت ده في الاخر في الماركت ونبدا نسوق له، ده بيبقى زي ما تقول البيبي بقى بتاعنا اللي احنا طلعنا بيه الماركت، فبيبقى فيه شغف كتير جدا للشغل ونحس كلنا عملنا الحاجه دي. فدايما الاتشيفمنتس ما تبصش لحد واحد، مش مثلا توب 1 هو بس هو اللي عمل كل حاجه، لا توب 1 والسكند والثيرد وحتى اللي ما توفقش وكان من التوب اتشيفرز بس عمل مجهود بتمنشن ده يعني تثني على زي ما بيقولوا كده على مجهوده اللي اتعمل. ففي الاخر طبعا الموضوع يعني محتاج يعني ان انت تكون مركز فيه. لو انت ممكن تكون بتشتغل بقى بالفطره كده ومشي الموضوع مش ممكن حاجات تتوه عنك. فانت لو حاطط الحاجات دي دايما قدام عينيك اللي انت تكون الموظف اللي معاك بيتعلم وبيتطور، وتشوف ازاي ايه البلان اللي انت حاططها عشان تطوره وتخليه يتطور وتخليه يتعلم اكتر، اللي انت بالعائد المادي بتاعه مظبوط، فتقدر تبقى بتديله ارقام وزن الماركت افريج، لا اكتر قوي فانت عشان حد قاعد معاك عشان الفلوس بس، ولا اقل من الماركت فيحس ان هو مش متقدر. واللي انت يكون في تيم وورك محترم بقى وفي سبيريت كويسه جوه التيم، ده بتفرق جدا جدا في السبيريت. طيب انا عايز اسالك سؤال على نقطه انت لسه دلوقتي حالا قايلها، انه لازم بخلي بالي انه الموظف اللي قدامي يكون دايما بيطور من نفسه وبيشتغل وبيحسن من ادائه على طول. لكن السؤال ده ليك انت بقى يا احمد، سؤال شخصي جدا. لو عندك موظف شاطر جدا وشايف انه بجد شاطر وبيعمل اللي عليه، لكن بكل اسف مش بيبيع، هتخليه ولا هتمشيه؟ هخليه اكيد، طالما بيعمل اللي عليه وبيعمل مجهود اكيد هيجي في وقت معين وخلاص هيبقى ده. بالعكس وقت ما هيبيع هيبقى مجمع اكسبيرينس قويه جدا، هيكسر الدنيا زي ما بيقولوا. فلا طبعا طالما حد، بص انا دايما ببص لعلاقتي باي حد معانا، دايما بقول اللي انا لازم انا بيبقى دايما عايزه ينجح. فدايما لو هو شغال وهو بيساعدني في ده وهو شغال على نفسه وبيطور من نفسه، باي ديفولت عمري ما عمره ما هيوصل لمرحله هو مش هيبيع فور جود. لا هو ممكن فتره تكون محتاج يتعلم فيها اكتر، ممكن يكون الليرنينج الوقت التعلم بتاعه كان اخد منه وقت شويه، ممكن يكون في طبعا توفيق، ممكن يكون لسه ما توفقش ان هو يبيع. بس لو حد عمل كل ده هو مش طبيعي ان هو ما يبيعش، فهو أوكي. هيبيع. اصل الموضوع مش صعب لدرجه ان انت ممكن تعمل كل حاجه صح وفي الاخر ما تبيعش. ممكن تتاخر شويه وده انت بتبقى شايف بقى التيم بتاعك شايف حد فعلا بيعمل المجهود المطلوب وبيطور من نفسه ومركز، ففي الاخر هيبيع وهيعمل ارقام وهيكسر الدنيا حتى لو اتاخرت شويه. طب احمد، بالنسبه لنا انت كنت لسه حالا بتقول انه مش شرط اللي هو قعد فتره ما باعش فاللي هو موظف مش شاطر، بس في ناس كتيره من اللي بيشتغلوا في المجال البروكرز ممكن يحبطوا مثلا لو قعد حاجه بتاعت 3-4 شهور ما يبيعش. انت اطول فتره قعدت فيها ما تبيعش كانت قد ايه تقريبا؟ يعني ما فيش كوارتر يعني عدى على بعضه ككوارتر ما قفلتش، بس انا مثلا في بدايتي في الشغلانه مثلا بعت في اول كوارتر ليا وتاني كوارتر، بس قعدت ما بين تاني كوارتر بعت في اوله واول ونص او اخر ثالث كوارتر، فقعدت مثلا حوالي 4 شهور، قعدت 4 شهور ما باعش. ولو حد محبط دلوقتي، حد بيتفرج علينا ومحبط اللي هو يعني شغال بقاله حاجه بتاعت 4-5 شهور وما باعش،
تقول له بص ايه؟ انا هقول لك على حاجه، انا قلت لك في الاول اللي هي جزء من شخصيه البياع الجامد الشاطر ان هو يكون سيلف موتيفيتد، ان هو يكون اصلا مصدق في نفسه. فانا حتى لو ما بعتش واتاخرت في البيع شويه لازم يكون عندي ايمان كبير جدا ان انا ان شاء الله هبيع، اللي انا هعمل ارقام، اللي انا دايما الحته دي مش حتتي فانا اكيد هطلع منها واكيد هعدي منها. ما ينفعش ان انا دي تخليني ثقتي في نفسي تقل. هي دي المشكله الحقيقيه، اللي انت ممكن لما ما تبيعش فتلاقي نفسك ايه ده، لا ده انا الشغلانه صعبه عليا، او الموضوع مش خلاص انا حظي مش ماشي في الشغلانه دي، او الكلام اللي هي الحاجات السلبيه اللي هي تاثر على اي حد في اي شغل. فالطبيعي ان انت لازم تكون عندك يعني ايمان طبعا بربنا قبل اي حاجه، طبعا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فكده كده يعني طالما أكيد. انت بتحسن العمل وبتشتغل على نفسك وبتطور من نفسك فاكيد النتيجه اللي انت يعني هتعمل اتشيفمنتس وهتنجح وهتعمل ارقام. زائد بقى بعد كده تيجي ثقتك انت في نفسك وثقتك في المكان اللي انت فيه. ما تتهزش ان انا ايه، لا والله اصل انا عندي مشكله في الشركه، اصل ما فيش مشكله في الشركه، ما في غيرك بيبيع، ما فيش مشكله فيك انت. مش انت طالما شغال على نفسك هتيجي تبيع. فلازم يكون عندك الثقه او التراست، ده دايما بيساعدك اللي انت تتحرك. ثقه بقى من اول ثقتك طبعا بدايه من في ربنا ان ربنا هيكرمك. تاني حاجه ثقتك في نفسك ان انت واثق ان انت قد المسؤوليه دي وقد الموضوع اللي انت فيه، وثقتك في المكان اللي حواليك اللي هو هيساعدك وهيديك التولز وهيديك السبورت اللي انت محتاجه اللي انت تبيع يعني. فلو انت جواك ده الفيلينج اللي انت حاسسها صعب قوي اللي انت توصل للمرحله دي. انا متاكد ان في ناس كثيره جدا من البروكرز اللي بيشتغلوا في مجال العقارات بيتفرجوا علينا دلوقتي حسوا انه لا في امل، نفضل مكملين، يفضل عندنا شجاعه، طبعًا يفضل عندنا طبعًا ما نتكسفش نكلم العملاء المختلفين، دايما نحفز نفسنا على قد ما نقدر. فانا مبسوط من ده جدا. بس انا عارف اجابه السؤال الجاي ممكن تكون انت رديت عليها، بس انا عايزك تقولها لي في نقط بقى. اوكي. بما ان ذا ادرس ما شاء الله يعني فيها اكتر من 60 فرانشايز، اوكي، لكن ماستر هي اكبر فرانشايز في ذا ادرس انفستمنتس لحد دلوقتي، قدرتوا تعملوا ده ازاي في نقط؟ طبعا بعد توفيق ربنا، دي اول حاجه. دايما انا بشوف انت مهما اجتهدت ومهما كنت شاطر هو يعني توفيق ربنا هو اللي بيفتح لك كل الابواب. فطبعا دي اول حاجه. كستبس احنا ايدينا في الشغل، يعني احنا بنركز قوي. يعني احنا ابتدينا مع بعض بتيم حوالي 4 أو 5 ايجنتس، احنا النهارده بنتكلم في 420 موظف ما شاء الله. فالتيم بتاعنا يعني احنا عارفين كل الايجنتس اللي معانا وبنشتغل اللي احنا على الديفلوبمنت بتاع كل التيم. فاحنا ايدينا في الشغل مع كل واحد، وكل حد بيخش لنا جديد احنا بنبقى دايما راسمين له طريق ازاي يوصل لاعلى بوزيشن في الشركه. فدايما احنا بنبقى مركزين مع الناس الشاطره اكتر، الناس اللي عندهم كفاءات اعلى، دايما بنركز معاهم، بنطور فيهم. اللي احنا نحافظ على التيم بتاعنا دي التشالنج مهمه جدا، ان انا التيم بتاعي يكبر ويكمل معايا. فدي بقى دي اتكلمنا فيها قبل كده، ايه اللي يخليك تقدر تحافظ على التيم بتاعك. والكونسستنسي ان انت مش هتعمل مجهود سنه وبعد كده تريح خلاص الدنيا ماشيه، لا ده احنا الماركت دايناميك جدا، فانت لازم تطور من نفسك. يعني انا النهارده بشتغل بطريقه ممكن تكون مختلفه عن اللي بشتغل بيها من سنه، ومن سنه كنت توب اتشيفر ودلوقتي توب اتشيفر. بس لو كنت اشتغلت بنفس الطريقه القديمه كنتش هعرف اوصل ان انا احافظ على مكاني دلوقتي. فبالتالي هي شغلانه دايناميك، فمحتاج ان انت على طول ايدك في الشغل، على طول بتطور من نفسك، على طول بتشوف ايه اللي بيتحرك في الماركت فتبدا تتغير او تتطور في الحتت اللي انت محتاج تخش لها جديده. ممكن تبص للماركت النهارده السنتين 3 اللي فاتوا كان فيهم نسبه الاوفرسيز عليت جدا في الشراء في العقارات، فازاي بقى انا يبقى كرييت تيم سبيسيفيك للاوفرسيز، فالتيم ده مركز جدا في الموضوع ده، فاهم ازاي المينتاليتي والكالتشر بتاعت الاوفرسيز بيفكر ازاي فبيعرف يتعامل معاه. النهارده كنا احنا معظم شغلنا فيرست هوم، السنين اللي فاتت اللي اتحركت فيها بقى السكند هوم مهم جدا زي الساحل او السخنه او الكلام ده. فازاي تروح للماركت ده وتبقى يعني شغال فيه بشكل مظبوط وعارف الديفلوبرز اللي هناك، علاقتك بالديفلوبرز اللي حواليك، اللي انت مش شغال مع ديفلوبر واحد او اتنين، لا انت بتشتغل مع كل الديفلوبرز، بتحترمهم بيحترموك، فهم حابين يشتغلوا معاك وانت حابب تشتغل معاهم. فالموضوع لازم تبص له من 360، يعني انت بتبص للموضوع كله. الماركتنج احنا زمان كنا بنشتغل من غير ليد جنريشن مثلا، كانت الشغلانه تعتمد على كولد كولز او اعلانات معينه. الفتره اللي فاتت لا بقيت محتاج ان انت تشتغل ليد جنريشن، محتاج تشتغل على الليدز اكتر، محتاج توفر تولز اكتر للايجنتس، تزود في المعارض، فتشتغل على معارض اكتر عشان كلاينت عايز يجي ويختار ما بين اكتر من مشروع فيبقى عنده الفرايتي دي، فانت بتقدم له السيرفيس دي. اللي انت تحافظ على الكلاينتس والداتابيز بتاعتك القديمه، تبقى دايما علاقتك بالكلاينت لما يشتري هو عارف ان هو معاك اشترى حاجه كويسه، ويشوف ده في الماركت ان ده فعلا انت جبت له يونت كويسه فيرجع يجيب لك ريفيرلز. فهو الموضوع محتاج ان انت زي ما قلت لك الانفراستراكشر بتاعتك تكون مظبوطه. واحنا الحمد لله التيم بتاعنا يعني النهارده الهيد اوف سيلز والدايركتورز اللي موجودين معانا هم منهم ناس ابتدت معانا فريش ايجنتس،
فان أوكي. انت حضرت معاه الجيرني كلها، فانت فاهم الناس التيم وورك اللي حواليك، فاهم ازاي بتتعامل معاه وبيتعامل معاك ازاي. فهي مجموعه في الاخر، هو مش سالم او شركائي بقى طبعا مجدي العسيري واسلام السقا، هو مش احنا بس الموضوع، هو الموضوع في الاخر التيم اللي حوالينا هو اللي عمل السكسس ستوري دي كلها، صح. هو ليه الدور الاكبر فيها طبعا. قبل ما ننهي كلامنا برضو عايزك تقول لي ايه الحاجات اللي تقولها للموظف العقاري اللي يعملها، والحاجات اللي ما يعملهاش يبعد عنها تمام. طيب انا دايما شايف ان الحاجز ما بين اي شخص والنجاح هو دايما في دماغه. يعني انت لو مصدق في نفسك فعلا ان انت هتوصل وهتبيع وهتعمل ارقام كبيره، دايما هتلاقي نفسك السكه بتتفتح لك لده. اوكي. فانت لازم تبقى انت وانت شغال في الشغلانه دي لازم يبقى ثقتك في نفسك كبيره جدا. انت راجل بتقعد تشتغل 10 ساعات كل يوم، يا ريتها تيجي على 10 ساعات بس. يعني مثلا ليها 10 ساعات دلوقتي يعني، بس لو انت بتشتغل 8 ساعات حتى كل يوم في القطاع العقاري، فانت المفروض يبقى عندك ثقه كبيره جدا ان انت فاهم في الشغلانه دي كويس جدا وعارف فيها كويس جدا. فانت اكيد لما بتكلم كلاينت او بتكلم حد انت عايز تبيع له حاجه، انت عندك نوليدج قويه جدا. هو الكلاينت هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجه. انت اللي بتعرف تختار له بيت وتجيب له بيت يعني بيت مظبوط، يعرف لو عامل فيه انفستمنت يعرف يعمل فيه انفستمنت كويس. لو اند يوزر هو هيجيب في الاخر بيت هو فعلا اللي فيه متطلباته اللي هو محتاجها. فالموضوع محتاج هو دايما بيبقى في دماغك انت مش في حاجه تانية. فانت دايما لو انت حاطط ده في دماغك هتوصل لده. فاوعى تحبط، يعني اوعى تحبط. الموضوع مش يعني انت كده بتفتح باب للفشل كبير جدا في حياتك، الاحباط. اوعى تكسل، اوعى تدبر مجهود. اي اكسترا مايلز تعرف تعملها، هي شغلانه اصلا اكسترا مايلز. يعني انت النهارده شغلانتنا دي بتعتمد على الحاجات الاكسترا اللي انت بتعملها. هي شغلانه مش تقليديه، عدد ساعاتها لو انت بتتكلم ان اي شغلانه عاديه عدد ساعاتها 8 ساعات، انت محتاج تشتغل 16 ساعه عشان توصل لده. وفي الاخر هي فيها ايكوال ايفورت ايكوال ماني. يعني في الاخر انت هتعمل مجهود كبير، في الاخر هيعود عليك بعائد كبير جدا كفلوس بقى وكارير باس بقى، تبدا تشتغل اكتر وتعمل اتشيفمنتس اكتر وتاخد بوزيشن وتعمل لك بروموشنز. فكل ده محتاج منك مجهود يعني. فالموضوع المجهود في الاخر ما بيضيعش يعني. صح. فانت بتشوف ده قدامك، بس هتيجي في نص الطريق هو تراك 100 متر. ففي ناس بتيجي بعد 20 متر يقول لك لا انا مش هسبق. انت لازم توصل ل 100 متر، تجري في حاجه كملها لاخرها، في الاخر اكيد ربنا هيعوضك خير وهتعمل فلوس. اعتقد بيبقى اسهل ان احنا نعرف ايه هي الحاجات اللي ما نعملهاش علشان ده هيوصلنا اسهل. فانت قلت اكتر من مره انه ما تحبطش، خليك واثق من نفسك على طول، ما تفقدش الامل ده تماما. واعتقد كمان نقطه مهمه قوي، ما تقارنش نفسك بالناس اللي حواليك اللي بيشتغلوا في نفس المكان. ما تقارنش ان اللي قاعد في الديسك اللي جنبي باع وانا لسه، ما تقارنش انه ده عمل التارجت وانا لسه. انت في دماغك حاجه واحده بس، ان انت تبقى رقم واحد. دايما كده، انت ما بتقارنش نفسك بحد. انا عايز لو هقارن مقارنه بناءه. انا عايز ابقى فلان ده شاطر، انا عايز ابقى اشطر منه. فلان ده عنده نوليدج قويه، انا عايز يبقى النوليدج بتاعتي اقوى منه. فلان ده الكول بتاعته قويه، انا عايز ابقى. فدايما تبقى عندك الحته اللي انت عايز تبقى رقم واحد، ده هيوصلك. فطول ما انت بقى شايف ان انا عايز اعمل احسن كول، انا عايز يبقى عندي النوليدج اقوى نوليدج، عايز الفولو اب بتاعي يبقى فولو اب مظبوط جدا، عايز ان انا بكون بشتغل اكتر من اي حد. فانت دايما مش بتقارن اللي انت بتقارن نفسك بحد، لا انت بتقارن نفسك اهم حاجه بنفسك. انت النهارده احسن من امبارح وبكره احسن من النهارده في كل بقى السكيلز اللي احنا بنتكلم عليها. فعشان كده بقول لك دايما انت الموتيف لما يكون جواك سيلف موتيفيتد، لما بتكون انت عايز توصل لحاجه وعايز تعمل حاجه، خلاص ده بيفتح لك الدنيا وبيخليك تتعلم فعلا. لان انت لما بتكون بتتعلم حاجه وانت شايف فيها اللي دي هتفيدك ودي هتساعدني ان انا ابقى رقم واحد، فطبيعي هتتعلمها بشكل اسرع وبكفاءه اعلى بكتير جدا. لما تكون يلا ادي مثلا في اورينتيشن لديفلوبر، فانا قاعد انا بس عشان قالوا لي احضر الاورينتيشن دي. فلا انت كل حاجه لسبب، فالمفروض ان انت تكون عايز فعلا تبقى متميز. فده هيساعدك ان انت تعمل بقى ارقام كبيره جدا وتطلع لبوزيشنز عاليه جدا. ففي الاخر زي ما قلت لك يعني الموضوع في ميزه في شغلانتنا اللي انت بتشوف الاتشيفمنتس بتاعتك بسرعه. يعني هتشتغل بس وقت ما هتخش عند ديفلوبر وتقفل ديل هتلاقي نفسك خلاص انت حسيت نتيجه اللي انا عملته. اخر السنه لما تلاقي نفسك في الرانك على توب اتشيفرز الشركه بحجم ادرس انفستمنتس، فانت عارف نفسك ان انت واحد من اقوى البائعين اللي موجودين في الماركت. فبتشوف الاتشيفمنتس، يعني ده يعني من الحاجه المميزه جدا في الشغلانه بتاعتنا. اوكي. احمد انت قلت جمله مهمه جدا جدا جدا. اعتقد ان اغلبيه البروكرز
مش مصدقين فيها اصلا او بينسوها، هي انه الكلاينت هو اللي محتاجك، مش انت اللي محتاج الكلاينت. لانه الناس اللي بيشتغلوا في البروكرجز اوقات المرتبات ما بتبقاش قوي، بيعتمدوا اعتماد كلي على الكوميشن. تمام. فدايما البروكر بيحس انه لا انا اللي محتاج الكلاينت، بس انت دلوقتي قلت عكس كده، الكلاينت هو اللي محتاج البروكر او الموظف، مش الموظف هو اللي محتاج الكلاينت. بص هو كده كده انا في الاخر الكلاينت لما بيقفل باخد منه الكوميشن، فانا اكيد محتاجه. ماشي. بس في الاخر الكلاينت محتاجني عشان يعرف يجيب بيت كويس، الكلاينت محتاجني عشان يعرف يعمل انفستمنت كويس. فاكيد حجم الانفستمنت اللي الكلاينت بيعمله في اليونت اللي انا ببيعها له اكبر بكتير جدا من الكوميشن اللي انا باخدها من اليونت. يعني احنا النهارده بنتكلم ممكن في الاول وفي الاخر بتاخد كوميشن من ديل هو كات برسنتج بقى 1% 2% 3% وات ايفر، في الاخر الكلاينت بيعمل انفستمنت بيكسب فيه 100% على التوتال يونت برايس لو انت اخترت له الاختيار الصح. فلو انت بروكر شاطر هتعرف تكسب الكلاينتس بتوعك وهتعرف تعمل محفظه قويه جدا جدا. يعني احنا بنتكلم السنين اللي فاتت كمان كان القطاع العقاري في محافظ كبيره بمليارات. فلو انت شغال بالشكل المظبوط ومتعلم صح وبتشتغل شغلانتك في بتعملها بضمير جدا وكير على الكلاينت اللي انت بتشتري له فعلا مش بتبيع له اي حاجه، ده هيوصلك اللي انت يبقى معاك محافظ اصلا. انت ما بتفكرش ان انت تدور على كلاينت بعد كده، هو الكلاينت خلاص انت معاك ناس انت بتتحرك بيهم، فهم دول اللي على طول بيعملوا لك الاتشيفمنتس بتاعتك والتارجت بتاعك. وده موجود معانا، يعني احنا حضرنا ده وحصل معانا بشكل شخصي وحصل مع التيم بتاعنا كتير، اللي خلاص كلاينت بيثق فيك، هو معاه انفستمنت شغال في اندستري تانية، فهو خلاص مسلم لك محفظته العقاريه انت اللي بتبيع له فيها وبتشتري له، فخلاص الموضوع بالنسبه له بيبقى هو بيثق فيك وعارف ان انت شاطر. وثقه مش معتمده على جهل، لا ثقه معتمده على اكسبيرينس معاك هو حضرها. فدايما الموضوع ده بيفرق جدا طبعا، انت بيساعدك كتير جدا انت اتشيف اصلا التارجت بتاعك. بس الموضوع مش هيجي لك في يوم وليله، يعني في حد شغال لغايه لما يقع في المحفظه، لا هي ممكن تيجي لك في اول سنه، ممكن تيجي لك في 10 سنه وانت ماشي. ده البيع بقى الطبيعي بتاعك اللي هو الداي باي داي سيلينج بقى والبروسبكتنج اللي انت بتعمله على الكلاينتس والكلام ده كله، ده اساسي. فانت ما ينفعش تقول انا مستني محفظه بس مش هعمل كولد كولز، لازم تعمل كولد كولز عشان توصل لكلاينتس جديده، عشان توسع الدايره بتاعت الكلاينتس بتوعك وتوصل لكلاينتس اكبر. فالموضوع محتاج مجهود طول ما انت بتسعى وعندك ضمير في الشغل. اكيد 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 هتقابل كلاينتس من دول، واكيد هتقفل واكيد هتطلع من التوب اتشيفرز. بس هي كونسيستنسي زي ما قلت لك، هو سباق 100 متر صح. فما تجيش بعد 20 متر تتكلم. احنا يعني زي ما قلت انا بقالي 9 سنين ادرس انفستمنتس يعني في نفس المكان، ففي برضه ناس تقول لك انا قعدت هنا شويه فمحتاج اغير ونيو تشالنج. اكيد ماشي ممكن افهم ده، بس صدقني ان انت تنجح في مكان وتكمل فيه سنين كتيره ده احسن نجاح ممكن توصل. نقطه مهمه تانية قلتها دلوقتي لان انت عمال تفتح معايا اسئله، انه في ناس كتيره جدا بيحسوا انه لا انا ما ينفعش اقعد في مكان واحد اكتر من 2 3. شايف ان الكلام ده صح اصلا ولا غلط؟ والصح اللي انا افضل قاعد في المكان واكبر فيه واحده بواحده، ولا لا انا لازم اروح المكان ده واتعلم بعد كده اروح مكان تاني واتعلم تاني عشان افهم نطاق اوسع من الماركت؟ بس احنا في ادرس انفستمنتس احنا زي ما قلت لك احنا عددنا كبير شويه وعندنا في كل الديبارتمنتس، فاحنا يعني احتكاكنا ببعض بيطورنا جدا جدا جدا. فالكلام ده ممكن لو شركه صغيره فانت ممكن تحتاج ان انت تتحرك من كذا شركه عشان تاخد اكسبيرينس اكتر او تتعلم مدارس اكتر. بس احنا التيم بتاعنا كبير، فاحنا نريد اللي احنا نعمل حاجه زي كده. بلس اللي احنا يعني الجورني بتاعتنا كان فيها تيم بيكبر بشكل كبير جدا، فحضرنا الفيزز بقى، فيز اللي احنا عددنا قليل لعدد متوسط لعدد كبير لاكبر شركه في الماركت. فعلى مدار الفتره دي كلها احنا حضرنا اكسبيرينس. والاجيال اللي حتى بتدخل لنا دلوقتي احنا مش واقفين عند حته معينه، احنا بالعكس احنا بنكسباند التيم بتاعنا كل سنه اكتر واكتر. فبالتالي انت فرصتك اللي انت النهارده تكون تفضل في مكانك وتحافظ على مكانك جوه الشركه اللي انت اوريدي ابتديت فيها وتكبر فيها، اكيد ده هيبقى يعني بالنسبه لي انا على الاقل شخصي ان ده اكيد نجاح اكبر من ان انا اتحرك من شركه لشركه. لان انا النهارده بكبر في شركه كبيره وقادر اثبت نفسي. لان انت النهارده زي ما كنا بنتكلم على موضوع الهايرنج يعني او التعيينات في الريل استيت، انا النهارده ممكن عشان اخد حد من ماستر هو يكون مثلا سيلز ايجنت، بس انا عايز اغريب حاجه يجي عندي فاقول له تعالى تيم ليدر، سهله ممكن تكون ما عملتش ما اتطورتش اناف ان انت تروح لحاجه زي كده. بس لو طالما طلعت في مكانك فده معناه ان انت المكان بيثق فيك وكبرت وبيزد اون اكسبيرينس المكان معاك، فهو عارف ان انت اشتغلت معاه فتره فحققت حاجه، فانت تستحق ان انت تطلع ليفل اب يعني او تطلع لبوزيشن اعلى. فممكن النهارده تلاقي واحد
كان ماي ايجنت راح في شركه تانية بقى تيم ليدر عشان شركه ثالثه تاخده فطلعته سيلز مانجر. بس هو مش ده مش اتشيفمنتس حقيقي، هو ده اوفرز بنعلي على بعض يعني. فده للاسف بيحصل في الماركت النهارده بشكل كبير. بس في الاخر ايام بتثبت يعني ان لا مش ده الصح. الكونسيستنسي تتحافظ على مكانك ده حاجه مهمه جدا يعني احمد انت قلت لي النهارده كلام كتير جدا الصراحه. اعتقد انه اي حد لسه بيبدا او حتى لو بقاله فتره في الفيلد وسمع الحلقه او اتفرج على الحلقه كلها، اعتقد اللي هو اخد الخلاصه. اتمنى يعني ذلك، يعني اتمنى. انا اتشرفت بيك والله يا احمد جدا انا بشكرك يعني. جدا وشكرا انت كنت معانا النهارده. شكرا ليك على احمد الاستضافه الجميله سالم دي. بزنس يونت هيد في ماستر فرانشايز في ذا ادرس انفستمنتس كان معانا النهارده. وطبعا اي حد عنده اي سؤال في دماغه ليه علاقه بالريل استيت اكيد هتسمعوه في الحلقات الجايه من ليدز كاست. سلام.